الأكل الحاجة الأساسية اللي الإنسان محتاجها علشان يعيش. الأكل كان بيمثل الدافع لأي كائن حي عموما إنه يتحرك، سواء عشان يشتغل أو يتنقل من مكان للتاني علشان بس يفضل عايش ويتنفس. ومع مرور ملايين السنين الأكل اللي هو كان بسيط جدا اتطور واتغيرت طريقة تفاعلنا معاه. البيضة اللي كانت بتتسلق أو تتقلى في أعظم الحالات يعني بقى يتحط عليها جبنة وفراخ ولحمة وتنزل في صوصات وتطلع من صوصات وتنزل في الزيت وتطلع تاني من الزيت. وبالمناسبة أنا مش جاي النهاردة أكلمك عن الأكل الصحي واللي مش صحي، مش موضوعي خالص. أنا دلوقتي بس بحاول أدخلك للموضوع بالتدريج علشان هو يبان بسيط، لكن عشان أوصلك للنقطة اللي المفروض أكلمك فيها عن محتوى الأكل حاليا لازم تمر معايا بالرحلة كلها. طب ايه اللي بيتاكل بالمعلقه طيب؟ مفيش حاجة بتتاكل بالمعلقة غير الشوربة. طب هل لو انا طولت الشفاط على اخره الاكل هيوصل في قد ايه؟ ايه ده بيوصل اسهل. ناخد قطعة مانجا. آه. الله. أجمل المشاهد اللي حضرتك ممكن تمتع بيها نظرك. الأكل مش مجرد إشباع فيزيكال لجسمك، لأ هو مهم جدا لنفسيتك. وعلى مدار السنين وفي مختلف المجتمعات والثقافات الأكل كان بيجمع الناس حواليه. وفي مصر أو العالم العربي عموما إحنا بنحب الأكل جدا ودايما بنحطه في أي حاجة، يعني المناسبات دايما مرتبطة بالأكل. إحنا بناكل بط في رمضان، بناكل سمبوسة وكنافة وحاجات كتير برضو في رمضان. النهارده هعمل لكم البط المشوي بتتبيله حلوه جدا. وبعدها بيجي العيد فبناكل كحك، وبعدها بيجي العيد تاني فبناكل لحمة بكميات مش بناكلها في العادي. النهارده هنعمل فتة على الطريقة المصرية. وبيجي شم النسيم فناكل فسيخ، او انتوا يعني بتاكلوا فسيخ، انا مش باكل فسيخ. اكل منه قد ايه لحد ما اموت؟ 50,000 حالة تسمم في البلد الفلاني. وبيجي المولد النبوي فبناكل حلويات، وبتيجي عاشوره بناكل فيها بليله وحاجات كتير. فعلا لو ركزت هتلاقي اننا ربطنا انواع كتير من الاكل بمناسبات معينه، ومش بس بمناسبات، لا ده احنا ربطنا الاكل باماكن كمان. يعني انا لو قلت لك اني من دمياط، ايه اول حاجه هتيجي في بالك غير الموبيليا لطيف؟ بالظبط المشبك، المحله وسندوتشات المكرونه، وبجد حاجات كتير ما نقدرش نحصرها. تجمعاتنا على الاكل مهمه مش بس علشان يبقى اسمنا اكلنا وشبعنا وخلاص، لا الموضوع مهم لصحتنا النفسيه والعقليه كمان. مع ظهور السوشيال ميديا لحد ما بقت جزء ما نقدرش نفصله عن حياتنا، بدات معدلات تجمع الناس عموما تقل، وده باحصائيات موجوده مش تخمين من عندي. وبقت الناس تاكل قدام التليفون مش زي زمان اللي هو هنزل مع فلان ولا فلان عشان ناكل. ولحد هنا الموضوع ما كانش خطير قوي. اكيد الوحده المستمره دي مش احسن حاجه، لكن اللي جه بعد كده بكل تاكيد هو اخطر بكتير. في الفترة بين 2009-2010 كده كان في منصة انتشرت جدا في كوريا الجنوبية اسمها أفريكا تي في. مش أفريكا، مش أفريقيا، لا هي اسمها أفريكا تي في. بدأت ناس كتير تطلع لايف على المنصة دي وبدأت تتشهر بشكل ملحوظ. وفي نوع من اللايفات دي على المنصة كان عبارة عن واحد بيطلع بالغدا بتاعه اللي هو طبيعي جدا وياكل في اللايف والناس تتكلم معاه ويتكلم معاهم. وبدأ الموضوع يكبر والناس تتفاعل أكتر ويبعتوا دونيشنز أكتر ويدعموا أصحاب اللايفات، لحد ما بدأت الدونيشنز دي يجي فيها طلبات من الناس. وبطبيعه الحال الدونيشن لما بيكبر فالطلب بيكبر معاه. بيبدا الستريمرز دول يكبروا كميه الاكل ويخلوها غريبه اكتر والناس تتفرج اكتر ويبعتوا فلوس اكتر. والسوشيال ميديا بطبيعتها عايزاك مميز دايما، حتى لو كان تميزك ده بيكمن في كونك اكستريم في حاجه معينه. فبقينا نشوف بنت كوريه رفيعه جدا وصغيره كده قاعده قدام ترابيزه ضخمه فيها كميه لحوم وحاجات مقليه كتير بطريقه غريبه. وما توقفش الامر هنا، لا ده بدات طريقه اكل الناس في اللايفات دي تختلف. ناس بتاكل بايديها وبتفعص في الاكل وتلحوس وتزروت الدنيا بشكل مريب، والناس بتتفرج اكتر والفلوس بقت تزيد اكتر. وده اللي بيعرف بالموكبانج. اللايف او الفيديو الغريب اللي احنا بقينا نشوفه ده اسمه موكبانج، وارتبط بقى بحاجات تانية زي الاس ام ار، واننا نجيب مايك يبين صوتك وانت بتمضغ الاكل، ورحله اللقمه من اول ما كانت في ايدك لحد ما تروح البلعوم. لذيذ.
وهنا في سؤال مهم جدا، ليه الناس شافت ان ده شيء يستحق اننا نتفرج عليه؟ ومش كده بس، لا ده احنا هندفع فلوس للشخص اللي طالع ستريم ده علشان ياكل حاجات اكبر واغرب واكتر. وعلى فكره الموك بانج ده مش بس اقتصر على المنصه دي في كوريا بس، لا ده مع الوقت بدا يبقى هنا عندنا في الوطن العربي وفي مصر قنوات زي تحدي الاكبر وتحدي الانتقام اللي بقت ميم ماتيريال، البرنجلايز وسيبسكرايب وكل الكلمات الغريبه اللي كانت بتطلع من بق الانسان ده، امير بروز اللي لحد قريب قابلت له فيديو على فيسبوك كان بياكل فيه جاموسه تقريبا، وليفت اند شيت، وبعد كده بقى لما سحس بقى لوحده. ناس كتير جدا بدات تعمل محتوى الاكل ده، ومش شرط يكون ده محتواهم الاساسي، بس هم كانوا بيروحوا ورا الترند. الفيديوهات اللي بعنوان اكلنا منيو كامل من مطعم مش عارف KFC، او اكلت بيتزا 6 ادوار من دومينوز. فتفتكر ليه ده بيجذب الناس؟ في الاول بس، ولو تفتكر من شويه قلت لك ان معدلات الوحده زادت جدا مع انتشار السوشيال ميديا، بس احنا بنحب ناكل مع بعض. انا واصحابي بننزل ناكل في العربيه، ناكل على القهوه، بنسافر عشان ناكل. فاللي كان بيعوض ان الناس ما بقتش تتقابل عشان تاكل مع بعض هو انهم بقوا يتفرجوا على حد بياكل وياكلوا معاه، او ما ياكلوش معاه ويتفرجوا بس. وفي الحاله دي خصوصا الموضوع ده بيعمل حاجتين مختلفتين تماما في الدماغ. في تجربه اتعملت في جامعه في ايطاليا سنه 1990، جابوا قرد حطوه على اجهزه بحيث يقدروا يتتبعوا اي تغير يحصل في دماغه، وجي قدامه دكتور مسك موزه قشرها واكلها. بنلاقي في نتائج الاختبار ده ان مستشعرات الشبع عند القرد اللي بتخليه خلاص يوقف اكل اشتغلت. القرد حس بالشبع من غير ما يحط حاجه في بقه حرفيا، وده اللي في ناس كتير بتحس بيه لما بتتفرج على حد بياكل، بيحس انهم شبعوا خلاص مع انهم في الحقيقه ما اكلوش. دي حاجه. والحاجه التانيه اللي بتعملها الفيديوهات دي في الدماغ مع ناس مختلفه هي انهم بتخليهم يجوعوا. وانت تقدر دلوقتي بعد ما سمعت الحالتين تريليت، لما انت بتتفرج على الفيديوهات دي ايه اللي بيحصل لك؟ هل بتجوع ولا بتشبع؟ انا مثلا ساعات ببقى بقلب في تيك توك الاقي حد بيعمل اكل شكله حلو وفي اخر الفيديو بياكل، بحس ان انا جوعت مع اني ما كنتش حاسس بالجوع تماما من دقيقه مثلا. وده بيفسر حبنا للنوع ده من الفيديوهات. كل ده انا حكيته علشان بس احاول افسر لك ليه فيديوهات الاكل جذابه بالنسبه لنا مع انها مجرد فيديوهات، ومش المفروض تاثر علينا في احساس قوي جدا زي الجوع او الشبع. بيعدي وقت وبيبدا موضوع الموك بانج ده عندنا ما يبقاش احسن حاجه، وخصوصا ان السوشيال ميديا بقت بتمثل مصدر دخل للناس كتير بمختلف الاعمار. فمثلا واحد في منتصف العشرينات وشغال على السوشيال ميديا، مش الطف حاجه انه يبقى بيعمل النوع ده من الكونتنت مع انه بيعمل فلوس متخلفه. عايز يتجوز ولا يتنيل، فاكيد مش هيدخل بيت الناس يقولوا انت شغال ايه فيقوم يوريهم فيديو اللي هو قاعد بياكل. فبدانا نطلع حاجات تانية هي بكل تاكيد مش بنفس سوء المحتوى ده، بس هي متفرعه منه، وكمان في احيان كتير بتبقى مفيده، وهكلمك اكتر عن الحوار ده. المهم هذه الوظيفه الجديده اسمها فود بلوجينج. ايه هو الفود بلوجر؟ هو شخص عنده خبره وتجارب كتير شويه، او على الاقل اكتر من البني ادم الطبيعي اللي مش دايما بياكل من بره. هذا الفود بلوجر بيطلع يقول لك المطعم ده كويس والمطعم ده وحش نظرا لتجاربه الكتير. وبرده المحتوى ده اكتر حاجه بتخليه يبيع هو المبدا اللي قعدت اشرحه لك من اول ما بدات اتكلم، حب الناس للاكل، وخصوصا انه يشوفك بتاكل. يعني انت عايز تفهمني ان كل فود بلوجر انت اتفرجت له على ريفيو على تيك توك بقى ولا يوتيوب وهو بيجرب مطعم معين انت رحت جربت المطعم ده زيه؟ مستحيل. احنا بنحب نتفرج على الناس وهي بتجرب وهي بتاكل وهي بتخوض التجربه بدلنا، وبعدين ممكن نقرر بقى اننا نجرب احنا كمان. وهقول لك رايي في موضوع الفود بلوجينج ده بس كمان شويه. بس في الاول تعال احكي لك تاريخه عندنا. لو نرجع ورا شويه قبل ما الفود بلوجينج يبقى فيه صورته دلوقتي، تحديدا في الفتره بين 2010 لحد 2016، وهنا هنتكلم عن حاجات كتير ظهرت بتواريخ اكيد مش هبقى جايبها دقيقه 100% يعني، بس هي بتكون بتحوم في نفس الفتره دي. يعني التلفزيون، الاداه العقيمه اللي انا بكرهها بشكل شخصي، لكن مش هننكر انها لطالما كانت متربعه على عرش ادوات الترفيه. يعني مؤخرا بدات تتهز، لكن في الفتره اللي بتكلم عليها دي ما كانش فيه غيرها اصلا. المهم يا سيدي، كان في قناه اماراتيه تقريبا اسمها فتافيت، قناه طبخ رهيبه، وللناس اللي بتحب المطبخ زي حالاتي، مش مجرد بيحبوا الاكل لا هم بيحبوا يطبخوا، اكيد عارفين القناه دي. كان بيجي عليها برامج طبخ كتير وكانت مسليه جدا جدا. ومن وسط البرامج اللي كانت عليها كان في برنامج اسمه عباسيات. انا عباس فهمي وعباسيات، بيقدمه شخص جميل اسمه عباس فهمي. وهاندز داون ده اول فود بلوجر في مصر يقدم البرامج دي بالفورمات ده. كل حلقه كان بينزل مطعم، يدخل المطبخ ويتكلم مع صاحب المطعم ومع الشيفات ويجرب الاكل ويتكلم، وفعلا كان عنده قبول رهيب وطريقه كلامه كده ممتعه. استمر البرنامج ده فتره مش طويله قوي، بس اتعمل في الفتره دي حلقات كتير. وبما اننا بنتكلم على التلفزيون فبرضه على الصعيد التلفزيوني، وفي سنه 2013 عمل مراد مكرم برنامج الاكيل، واللي برضه كان رهيب. السؤال
السؤال اللي بعده، عملت برنامج الاكيل عشان بحب الاكل جدا، ولا اتشهر والناس تعرفني، ولا فكره حلوه، ولا اجابه رابعه؟ اجابه رابعه. اجابه رابعه؟ ايه الاجابه الرابعه؟ عملته ليه؟ كنت مضطر. كنت مضطر. كان بقالي انا راجل متجوز ومخلف، واياميها يعني الكلام ده كان في 2000 اكشولي هو ابتدى 2013، هو اتذاع 2014 بس احنا ابتدينا 2013، كان سنتين بعد الثوره، وكان البرايفت بزنس بتاعي مش شغال، وانا مش شغال كمذيع من 2008. الدراما والسينما وكل حاجه كانت بسبب الثوره واقفه ولسه ما قامتش قوي، فتعرض عليا البرنامج. انا قلت الموضوع ده كتير، هو مش سر يعني، بس انا حاسس وانت بتجاوب انك في ندم شويه ولا خالص، مع ان البرنامج ناجح جدا. انت سالتني سؤال محدد، عملته ليه؟ عملته لاني كنت مضطر، لازم اشتغل ولازم ادخل فلوس عشان انا راجل مسؤول ومتجوز ومخلف. طب كنت متوقع النجاح ده خالص؟ ربك لما يريد بقى طبعا. ربك لما يريد. الفكره اللي قد كده دي اللي امي بكت فيها وعمتي الله يرحمهم شتمتني فيها. شتمتك ليه؟ شتمتني، قالت لي انت طالع تاكل قدام الناس، انت مش عارف انت ابن مين، انت يعني ايه طالع تاكل. ما كانش لسه اتفهم، ما كانش لسه في حاجه اسمها بلوجرز، ما كانش في حاجه اسمها فود بلوجرز والكلام ده. دلوقتي بقى الحمد لله ما شاء الله مليانين. البرنامج كان متوسع وببادجت انتاجيه اكبر شويه من عباس، وعمل حلقات كتير جدا، لكن ما بداش البرنامج يتذاع غير بعد سنه من التصوير. يعني بداوا التصوير في 2013 وذاعوه في 2014. مراد مكرم شخصيه مركبه متنوعه المواهب، مثقف جدا، عنده قبول برضه رهيب، بيمثل وبيغني وبيعمل حاجات كتير قوي. عارف خالك اللي دمه خفيف واللي غالبا كان عايش بره مصر او ثقافته مش مصريه عموما، ده كان مراد مكرم. برنامج الاكيل كان ذو صيت اكبر من برنامج عباس بطبيعه العوامل الزمنيه. برضه الناس اهتماماتها بتزيد وبتتغير مع الوقت، وبتبدا حاجات كانت غير مقبوله بالنسبه لهم تبقى عاديه بعدين. يعني مين كان يصدق ان حد تبقى شغلانته انه بياكل قدام الكاميرا؟ ده لما كان راجل يبقى شيف في فتره من الفترات ما كانش بيبقى متقبل للمجتمع بنسبه 100%. يعني ما بالك ان انا بقى باكل قدام الكاميرا مش بطبخ. لكن الموضوع انتشر جدا. وخليني اقول لك برضو ان بعد كل هذا التطور وكل هذه السنين من الفود بلوجينج، اهم حاجه في القصه دي هي مدى قبول الشخص عند الناس. ايه هو تقييمك من 0 ل10 في مدى قبولك عند الناس واستلطافهم ليك؟ يعني لو خدت بالك عباس عنده قبول فظيع، مراد مكرم برضو بيدخل القلب بسهوله كده وشخص خفيف، ودلوقتي اشهر الناس في المجال ده هتلاقي عندهم قبول برضو جدا. عمرو الشريف ومنعش ومحمد حازم، التوب تير عموما خفيفين كده على القلب وما تحسش بضيق تنفس وانت بتتفرج عليهم. زي ناس كده طلعت مؤخرا لانك بتلعب في حته مرعبه. خد بالك انت بتاكل قدام الناس، طريقتك في كل حاجه هي سلاح ذو حدين. طريقه فتحك للاكل نفسه، طريقه مسكه ايدك للاكل، طريقه قطمك، طريقه بلعك، الرحله اللي بياخدها سندوتش الشاورما لحد ما يبقى في معدتك ممكن ترينك وتوصمك كبقف والناس ترميك بالطماطم في الشارع. ومع كل الصعوبات دي في ناس فعلا قدرت تنجح ويبقوا محبوبين جدا. وبرضه الصعوبات بتزيد اكتر واكتر علشان انت بتعمل كونتنت بيتفرج عليه كل الاعمار من الستات والرجاله، فانت مش ضامن اي فئه فيهم. الموضوع مرعب. المهم في نفس فتره برنامج الاكيل اللي هو في 2014 تقريبا، عمل مصطفى ابو سمره هو ومجموعه من اصحابه بيج اسمها ايجيبشن فوديز. في ناس كتير على فكره مش عارفه الموضوع. اوكي، فعايزك تكلمنا عن الصفحه ايجيبشن فوديز. ايجيبشن فوديز الاول قبل ما اقول حاجه، انا شايف انها من اهم الاسباب بعد كرم ربنا انها البركه اللي لو ركزت كل اللي كانوا في ايجيبشن فوديز هتشوف ربنا بارك لهم في البيزنس بتاعهم ازاي. اظن بسبب ان احنا نجحنا العشرات من البراندز المصريه من غير ما ناخد ولا مليم. كانت فكره ايجيبشن فوديز ايه؟ فكره فيري بيزك، كانت ابتدت 2015 تقريبا، ان احنا كنا بنعمل ريفيوز قبل طبعا ما يطلع اصلا موضه الريفيوز وكده. بنعمل ريفيوز للاكل في المطاعم اللي احنا بنحبها، اللي انت بتحبوها، ودي كانت صفحه على الفيسبوك. وكانت صفحه على الفيسبوك وما شاء الله ما اتصرفش عليها مليم، وكان عندها وصلت فايرلي في سنه وشويه 1.2 مليون فولور على الفيسبوك من غير اعلان واحد. 2015 ده ما كانش في حاجه اسمها كده اصلا طبعا. ويا نهار اسود على ايجيبشن فوديز. ادخل كده على فيسبوك لو انت عليه من زمان، هتلاقي نفسك عامل فولو لايجيبشن فوديز من كتر ما الصفحه كانت مسمعه في كل حته. كانت عباره عن ايه بقى هذه الايجيبشن فوديز؟ كانت يا سيدي بيج بتقدم فود بلوجينج في صورته المقروءه. شاب من الشباب المسؤول عن البيج بينزل مطعم يصور الاكل اللي هو طلبه بفلوسه ويكتب ريفيو في بوست ويشير وبوم. مع استمرار الشباب وانتظامهم في تنزيل 3 ريفيو في اليوم كسروا الدنيا. من اهم اسباب نجاح ايجيبشن فوديز كان الكونسيستنسي. احنا كنا كل يوم يا عمرو بننزل 3 ريفيوز كل يوم الساعة 12 الساعة 6 الساعة 10. وكان ليهم صيت رهيب. انا بكلمك عن بيج كانت بتحرك السوق وبتتحكم في ذوق الناس. ايجيبشن فوديز كانت بتطلع المطاعم وتطلع الترندات قبل ما
كل ده يبقى متعارف عليه دلوقتي. يعني مثلا واحد من المطاعم اللي مكسره الدنيا بقالها سنين ولحد دلوقتي مطعم صبحي كابر، كل اللي وصل له صبحي كابر كان بسبب ريفيو مكتوب نزل على ايجيبشن فوديز وجاب ملايين المشاهدات، والناس راحت احتلت المكان من بعدها، ومن ترابيزه في الشارع لصبحي كابر اللي احنا نعرفه دلوقتي، وكل ده من غير فلوس. البيج ما كانتش بتاخد جنيه واحد على الكلام ده تماما. كان الموضوع رو جدا وممتع جدا سواء للشباب اصحاب البيج او للناس اللي زي حالاتنا اللي كانوا بيتفرجوا على البوستات دي ويروحوا يجربوا. خلي بالك احنا كنا فعلا نتحكم في الذوق العام للاكل في مصر. مش حاسس ان دي تصريحات نرجسيه شويه؟ والله خالص. تصريحات واقعيه. طب انا اضحكك؟ انا بضحك معاك اهو. اضحكك. صبحي كابر. صبحي كابر طبعا. صبحي صبحي. صبحي احنا كنا بنروحوا نروح له في الحواري قبل ما يفتح اربع ترابيزات اخرك تلاقيهم في صبحي. وبعد كده في يوم من الايام بتروح صبحي واربع ترابيزات. بس هو صبحي ده على فكره حتى الانترفيو اللي عمله مره مع سعد يونس باين، انا مش فاكر مين ولا عمرو، مش فاكر، قال لك يا باشا صفحه الاكل، ولحد دلوقتي لما بشوف اسلام بيروحوا يحضنوا ويبوسوا. يعني انت عارف احنا بوست صبحي كابر ده سنه 2015 عمل كام اورجانيك؟ مفيش مليم، مفيش دولار. عارف كان عامل كام شير 2015؟ 2000 شير، 38,000 شير. انت عارف كان اللي هم الفيوز دي ولا اللي عارف يقول لك وصل اللي مش عارف كان عامل كام؟ ريتش. كان ريتش. ايوه صح. 23 مليون. واو. الشباب دول في أقل من سنة وصلوا 100,000 وانفجروا لحد المليون. حاليا البيج وقفت علشان الشباب كلهم انشغلوا. أبو سمرة مثلا صاحب البيج هو صاحب مطعم عيش وجبنة الله يمسيه بالخير، وحاليا كايزو اللي بينافس الكبار في الشاورما المصري زي أبو حيدر. وأبو سمرة دلوقتي برضو عنده براند تاني اسمه ميال، حاجة كده ريترو بكونسبت سيمبل، مش عارف هو بتاعه 100% هو شريك فيه بس هو من المطاعم اللي تحت ادارته برضه. المهم ان ايجيبشن فوديز كانت كل حاجه في الفتره دي بالنسبه لعالم الاكل ومطاعم في مصر. طبعا كان بيجي لنا فلوس بقى، لو قلت لك ساعتها كان في 2015 و16 كنا بيجي لنا اوفرز في الريفيو الواحد ساعتها ب 30,000 جنيه. 2015 30,000 جنيه يعني $4,000، يعني النهارده 150,000 جنيه. بوست صور كمان ولا فيديو ولا حاجه ولا اي حاجه، صور ريفيو. ما خدناش عملت كام ريفيو بقى؟ ولا واحد حرفيا. وكان في برضه في نفس الوقت بيجات تانية ذات تأثير زي بيج أكل فشيخ بتاعت عمرو حلمي وبيج انجزني والمسابقات اللي كانت بتعملها. وساعتها كان في توجه تم الاهتمام بيه جدا وكان بيتم ضخ فيه فلوس، وهو اني اعمل الكيان الفود بلوجراوي ده علشان يتحول بعدين لبيزنس. ومش عيب، لكن انا برضو مش عايزك تفهم من كلامي ان كله كان بيدور لله وللوطن. لا، كان في بيجات شهيرة جدا بتجيب ناس تديهم مرتب شهري ومجزي جدا مقابل مقالات نقدية للاكل في مطعم معين، اللي هو مفهوم الاعلانات. ساعات كان بيتم التصريح ان ده اعلان وساعات ما كانش بيتقال، بس في الاول وفي الاخر ده هو الشكل البيزك للاعلان. سنين بقى بتعدي وبيوصل المحتوى ده للشكل اللي عليه دلوقتي. وقبل ما اكلمك عن الفود بلوجينج حاليا، جدير بالذكر بالنسبه لي كواحد بيحب المطبخ وبيحب يطبخ، ناس عظيمه في يوتيوب كانت بتقدم كونتنت رهيب من 8 و9 سنين. بيج شواحه ما تطلبهاش، شباب مصري في الخليج مش فاكر فين بالظبط، كان على راسهم شامي مش جوردن رامزي يعني، بس هو كان بيحب وبيعرف يطبخ، ودي كانت المتعه في الموضوع. بيطبخ الغداء ليه والشباب في اجواء رهيبه كده، وفيديوز بتاعته لسه بتفرج عليها لحد النهارده. وبيتميز بذوق موسيقي رهيب، اغاني التسعينات واوائل الالفينات. اللي متابعين القناه اللويال هيبقوا عارفين مدى حبي للاغاني دي. كان بيحطها في الفيديوهات من غير اي حسابات للكوبي رايتس بقى ولا بتاع. كان الموضوع تحفه، ما اعرفش كان بياخد منه فلوس ازاي بكميه الكوبي رايتس دي، بس بجد فيديوهاته كانت جميله جدا. فالفود بلوجينج بالنسبه لي دلوقتي هو مش اسوأ حاجه في التاريخ، بالعكس ممكن يبقى مفيد ساعات. احيانا الواحد بيبقى في حاله ماديه تسمح له انه يفضل ياكل طول الاسبوع من بره، فلو تجربه ولا اتنين في وسط الاسبوع كله خيشه مش هيبقى متضايق. لكن ساعات تانية الألمونيا ما بتبقاش احسن حاجه، فهي خروجه واحده هناكل فيها من بره، ما عنديش اي استعداد ان اخيش او ما اتبسطش حد. وهنا بيجي دور النوع ده من المحتوى وصناعه. في شخص راح بالنيابه عني جرب الاكل ده وشاف هو حلو ولا لا عموما من غير تفاصيل، عشان ما ينفعش تاخد تجربه من حد في الاكل خصوصا بناء على تفاصيل، علشان دي اذواق. التيست بودز بتاعت لسانه غير لساني غير لسانك. فالهدف من التجربه هو اني اعرف بس بشكل عام هل اخد انا بقى التجربه دي ولا ابعد عن المكان ده خالص. طبعا اللي بقوله ده هو في حاله المثاليه بتاعت الفود بلوجر اللي بيتقي ربنا في نفسه وفي الناس وفي فلوس الناس، علشان مؤخرا بقى في واحد بيجي ياخد 50,000 جنيه ولو الشاورما فيها كروكس مقاس 42 هو مش هيقول، وانت هتنزل تتسوح عادي جدا.
فاللي بقوله ده في حاله مثاليه طبعا. وبرضه علشان افهمك ان الفود بلوجينج مش كارثي، مؤخرا بقى كارثي بسبب سهوله انك تقف قدام الكاميرا وتتكلم، وطبعا علشان الموضوع بقى عليه طلب. اصل هي قاعده كده عشان تعرف ليه الشيء المعين ده فايرال دلوقتي وعليه طلب ايا كان هو ايه، فولو ذا ماني. مين مهم بالنسبه له هذا الكم من الفود بلوجرز؟ المطاعم. صدقني مفيش احلى من محل الكشري اللي كان جنب درس الانجليزي بتاعك لما كنت في اعدادي ده. ايوه هو المطعم اللي محدش يعرفه غيرك. صدقني انا مصدقك، هو اجمل بكتير من مطاعم بالهبل دلوقتي بتعمل فلوس متخلفه كل يوم. لكن مطعمك المفضل ده ليه قفل؟ او ليه لحد دلوقتي عنده 5 كراسي بس؟ محدش يعرفه يا ريس، محدش اتكلم عنه، محدش خلاه ينتشر، محدش عايش بره نطاق شارع درس الانجليزي بتاعك يعرف انه موجود. وهنا بيجي دور وفايده الفود بلوجرز. عربيه نقل محمله فولورز بتقلب جوه المطعم بتاعك بمجرد ما فلان ينزل عنه فيديو، ومقابل ده بياخد فلوس وفلوس كتير. وانا ضد اللي بيغلطوا فيهم. في ناس ما تستحقش تعيش اصلا، بس الكونسبت نفسه فير. يا عم انا واحد عندي فولورز وناس بتحبني، لو في صاحب مطعم جه علشان عايز الناس دي تروح له المطعم لازم طبعا يدفع لي فلوس عشان اوديله الناس دي. ما هو ده البيزنس. مشكلتك بس انك ساذج شويتين. فهتلاقي بقى الكومنتات بتاعت المصريين، اصل احنا حاوتين قوي بقى، احنا شعب خد بالك يعني ايه شواف، احنا بنجيب ال ديب من ديله. قول يعني انه اعلان. انت خيبت ظني فيك يا بتنجان، بتعمل اعلان اللي بلبن. ايوه يا اسطى، ما ده شغله، انت اللي نايم في العجوه. طبعا ما اختلفتش معاك، يعني يستحق الرجم باللهاليب يحيح لو كذب او قال حاجه مش حقيقيه، لكن عموما الكونسبت صح مش غلط. انا معاك ان هم بداوا يهبلوا وده اللي ابتذل الموضوع، لكن من البدايه مفيش حاجه كارثيه. بس كده، ده اللي كان عندي. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش انك تعمل سبسكرايب ولايك والحاجات الحلوه دي. والاهم انك لو مهتم تعرفني بشكل اوسع من يوتيوب ده، انا دايما موجود على الانستجرام. لازم تنزل تعمل لي فولو دلوقتي، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده.